السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للنقط اللي بتطلع في الصورة زي كده، بتبقى انت عايز تحل المشكلة. اعلمك ازاي دلوقتي تحل المشكلة بنفسك من غير ما تحتاج فني او مهندس صيانة ان هو يجي يحل لك مشكلة النقط اللي بتظهر في الصورة ديت. ده برينتر 4030 بيبقى زيه 5030 و40 35 وكذا نوع من الكيوسيرا. اي مجموعة بتبقى بالشكل دوت. بيبقى انت المفروض بتحلها ازاي بقى. انت دلوقتي هتطلع مجموعتك بترفعها لفوق كده وتسحبها، تمام. بتلاقي عندك حاجه هنا، رول الشحن دي. رول الشحن اللي قدامك ده لازم كل فتره بيتغير لان هو بيبقى سبب النقط. طب احنا بنعمله ازاي؟ بندوس على اللوك اللي في الجنب ده، بعد كده بنسحبه لفوق. ده شاسيه رول الشحن، تمام. ادي شاسيه رول الشحن اهو يا جماعه، بيبقى قدامنا. لو انت دورت كده هتبص تلاقي النقطه اللي هي بتظهر لك دي ظاهره في حته من الحتت ديت. طب احنا ازاي هنغيره دلوقتي؟ احنا بنروح لاي حد بتاع مكن تصوير او قطع غيار عادي، بنقول له احنا عايزين نشتري رول شحن. رول الشحن ده تمنه يعني ما بيعديش تقريبا ال 150 جنيه، في الحدود دي. فانت هتجيب رول شحن جديد من غير بقى ما تتصل بفني هيجي ياخد منك 150 جنيه على الفاضي والزياره وكده. ادي رول الشحن بتاعنا اهو الجديد، وادي القديم. القديم اهو، تمام. في الجنب من اهوت هتقوم جايب المفك كده، نوتر بس ايه البنه اللي قدامك دي. البنه هتطلعها كده وتاخد رول الشحن القديم ده ترميه. خلاص احنا رميناه. نجيب بقى رول الشحن بتاعنا الجديد اهو، بنه قصيره وواحده كبيره اهي، تمام. هنحط القصيره من هناك، وادي الوشره بتاعتي اهيت او البنه بتاعتي هركبها. بس هو كده ركب. اتاكد بقى ان هو بيروح وبيجي كده تحتيه سوسته وده تمام. نرجع بقى نركب بتاعنا تاني من الجنب برضو نهوت الاول، بعد كده بتدوس عليه دوسه، تمام. ماشي. وعشان تتاكد ان هو ظبط معانا فاحنا بنطلع تيست. طب احنا ازاي بقى بنطلع تيست من على الشاشه؟ بتدوس على كلمه المنيو، تمام. ستيج بيجي دي اول واحده بتدوس اوك، اللي هي معلش انا اسف، ريبورت برينتر اول واحده بتدوس اوك، بعد كده تنزل على ستيج بيجي تاني واحده تدوس ايه اوك ويز. دلوقتي هي الصوره كانت طالعه لنا كلها نقط كده من الجنب اهي، اهي نقط. نبص بقى على الصوره الجديده، مفيش اي نقط، بقت معانا كويسه. انا بس كل اللي طالبه منك انك تعمل لايك واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. واحنا ان شاء الله في اكاديميه اسكندريه هنساعدك ان انت تحل كل الاعطال اللي بتبقى عندك في المكنه، ايا كانت كيوسيرا او تريامف او ريكو او زيروكس او شوربه او ايا كان نوع المكنه. هنساعدك ان انت تحل كل المشاكل. لو عندك حاجه اكتب لي في التعليقات عندي مشكله في كذا وانا ان شاء الله اساعدك. بس اعمل لايك واشتراك للقناه عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.